السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بقى الاسبونج الطري الجميل ده؟ هنعمل بيه احلى جاتو. تمام كده. هو عملت صاج 30 في 40، والاسبونج ده بيتي وعملناه مع بعض كتير. الصاج 30 في 40 بس مش صريح، يعني هو ملموم شوية، هو عبارة عن 37 في 26 تقريبا. تمام كده. فاحنا دلوقتي بقى جبنا 150 جرام من الدقيق العادي، عليهم 100 جرام من السكر، عليهم 3 بيضات، وعليهم سنة فانيليا، وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر العادي، وعليهم سنة من يعني نقطتين كده من الخل. وكمان الخل بيخلي العجينة معايا بيضة لونها أبيض. تمام. وكمان قلنا ايه تاني؟ وطبعا الفانيليا. ومحسن الجل طبعا ده اهم حاجة. حطينا معلقة صغيرة بس مليانة من محسن الجل، وبدأنا نضرب في الخليط ده كله لحد ما بقى خليط كريمي خالص كده، زي الكريمة اللي انا بحطها دلوقتي كده. تمام. بدأت بقى ان انا اجيب مسطرة او مزورة او اي حاجة عندي اقيس بيها، وقست القطع. عملت القطع حوالي 12 سنتي في الطول. فطبعا عقبال ما اقطعها من الجناب وكده هتكون طولها عبارة عن 11 سنتي. هنبدأ بقى ان انا افرد كده، بس انا مش متحكمة خالص علشان خاطر الرينج لايت. هبدأ كده افرد الكريمة، والكريمة دي عبارة عن كريم شانتيه خام المتحدة ريتش، وحط عليها، مش حط عليها سكر، انا حاطه عليها نوتيلا بيضة. تمام. فطعمها جميل. ممكن تحطي لبن بودر، وبضربها بمية عادي جدا، مية مثلجة اهم حاجة علشان خاطر تفنش معايا يعني، وتكون هشة كده وحلوة. طبعا انا معايا السيرم دوت اللي انا بحطه قبل ما احط الكريمه على العجينه، ان الاسبونج ده بيتي، وكان بصراحه بعد ما اتعمل طري جدا 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 جدا، احسن من الاسبونج الجاهز. السيرب ده عباره عن يعني شويه سكر كده، حطي عليهم شويه ميه، يعني ربع كوبايه سكر مثلا، حطي عليهم كوبايه ميه واغليهم، واعملي عليهم نقطه ليمونه كده. وسيبيهم يغلوا كده. اول ما يدوبوا خلاص اطفي عليهم واسقي بيه الكيك بتاعك، هيبقى زي الفل. حطي بقى طبقات الكريمه في الاخر. طبقه الكريمه طبعا انا حطيت 3 طبقات من الاسبونج. طبقه الكريمه الاخيره هروح عاملاها بالسكريبر مشرشر اللي معايا بالشكل ده. حطه في الميه السخنه، جنبي ميه سخنه كده، اروح حاطه فيها واروح ممشيه السكريبر على الاسبونج بالطريقه دي. طبعا انا هحط جيلي تلميع على البارد. النقشه دي كده هتختفي، او التجاعيد دي كده هتختفي، بس هرجع اعملها تاني عادي جدا، مفيش اي مشكله. حط كده جيلي على البارد، اهم حاجه على البارد. هو بتجيبيه من عند مستلزمات خامات الحلويات، وبتحطيه وتفرديه بالسكريبر عادي جدا، او بالسباتولا اللي معاكي. زي انتم ما شايفين كده، هبدأ ان انا افرد بقى ايه الجيل بتاعي دوت. جيل التلميع عشان هو بس بيحافظ على الكريمة من اي تشقق وبعد ما تدخل التلاجة. بس ده على فكرة اول مرة اجربه. انا عمري ما حطيت جيل تلميع على الجاتوه خالص، ولا عمري جبته اصلا. تمام. وممكن تستخدمي العسل الابيض اما تلمعي فاكهه او حاجه، ممكن تستخدمي العسل الابيض، تخففيه بس كده حاجه بسيطه بالميه السخنه، وتبداي ان انت تستخدميه. بصوا مشيت تاني عشان اعمل التعريجات دي تاني، ومفيش اي مشكله في الموضوع. هبدأ بقى ان انا ادخلها التلاجة على كده تجمد شوية، ممكن الفريزر لمدة نص ساعة، او التلاجة لمدة ساعة ولا حاجة تمسك نفسها. بعد كده هبدأ ان انا اقطعها. طبعا انا استعجلت عليها، ما قعدتهاش كتير في التلاجة. هجيب بقى برضو مية سخنة تاني معايا، وهبدأ ان انا اقطع ايه الجوانب كده واسويها، علشان اعرف بعد كده القطعة اللي معايا دي هقسم الجاتوه فيها ازاي. هعمل كده قيمة صبعين، والصبعين ده عبارة عن 4 سنتي، عرض 4 سنتي، والطول هيبقى 11 سنتي. على قطعة الجاتوه هتبقى ما شاء الله كبيرة جدا. تمام. وقطع لي حوالي 7 قطع، طبعا هم 6، 5، والأخيرة دي قطعتها بالمثلث كده عشان خاطر تكون مقاس اللي هي المستقيمة دي، بس عشان لو قطعتها زيهم هتكون صغيرة. طبعا اتبقى البواقي بتاعت الجناب دي مش تترمي خالص. وبصوا هي جميلة جدا وهشة وطرية خالص ازاي، تتعمل في كبات عادي جدا. تمام. لو انت بتشتغلي اونلاين هتطلعي القطعة ب13 جنيه، هتكون معاكي زي الفل. تمام كده. هتبتدي بقى ان انت تشكلي زي انت ما عايزة. ده كان شوية جناش عندي، بس كان جناش ومخففاه علشان اعمله زي الصوص كده، بس ما كانش خفيف قوي. فانا طلعته من الفريزر على طول، ورحت عامله بيه فتحه في الكيس كده، ورحت حاطه على الجاتوه بالشكل ده.
وحطيت عليه انصاف البندق، وبدأت ان انا اجيب ورق ترانستير، دي شكل ريشة كده او فرع ورق يعني. فالمهم رحت حطاها بالشكل ده، ادى شكل جميل بصراحة. بس كده بدأت بقى ان انا اكمل باقي التشكيل، وده برضو ترانستير. وده بتجيبي شوكولاتة خام عادي جدا، بتسيحيها في حمام مائي او في الميكرويف، بتحطي عليها شوية زيت او سنة زيت بسيطة يعني علشان تدي اللمعة، لان الشوكولاتة المصري بتاعتنا بتكون جافة شوية. بس وبتبدأي ان انتي برضو تحطي روزيتات كده من الجناش. هو المفروض يبقى اتقل من كده، تقدري تعملي بيه روزيتات بالقمع، بس انا علشان هو خفيف شويه فبدات ان انا اعمله بس كده ايه يعني روزيتا عاديه خالص من غير اي تشكيل. تمام كده، وبدات ان أنا احط عليها لوزايه. وده كان التشكيل بتاعي، كان بسيط جدا. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسونيش في اللايك، اهم حاجه اللايك والاشتراك بقى والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس كده عشان خاطر القناه تكبر كده بيكم، واتشجع واعمل فيديوهات حلوه زيكم كده ان شاء الله. يلا بقى كده اتفرجوا على الفيديو وادعموه بلايك، اهم حاجه اللايك مش هيخسركم اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.